الشيء اللي اعتقد كلنا متفقين عليه هو اننا المنتخب ملهوش هوية. يعني ايه؟ يعني احنا من كام سنة كنا لينا هوية دفاعية، كنا منتخب اسمه باصي لصلاح، كلنا كنا عارفين ان احنا منتخب باصي لصلاح وكلنا متفقين على ده. كنا بندافع وعبد الله السعيد بيلعب كرة طويلة لصلاح او اي لعيب بيلعب باص طويل كويس، صلاح بيروح لوحده ويعمل الشغل الفردي كله، يا اما تريزيجيه كان بيساعده شوية. ومساء الفل عليكم، انا بشوي ايمن. دي تقريبا هتبقى اول مره اتكلم من غير مونتاج من غير اديتس، هتبقى حلقه طويله شويه. اعتقد ان احنا هنستمر في الموضوع ده شويه على اليوتيوب. بدايه افريقيا 2025 في المغرب، مصر بتلعب اول ماتش بتكسب بالعافيه في اخر دقيقه. طب احنا ايه الهويه بتاعتنا دلوقتي؟ هل احنا الهويه بتاعتنا دفاعيه؟ اكيد لا. احنا عندنا يعني واحد من أسوأ خطوط الدفاع اللي أعتقد جت في تاريخ المنتخبات في مصر. طب لو إحنا الهوية بتاعتنا هجومية، ماتش زي مصر وزيمبابوي، وأضف إلى معلوماتك إن زيمبابوي هي المركز الثاني في أقل المنتخبات تصنيف في البطولة دي. يعني أنت عمرك ما هيجي لك ماتش أسهل من ده. معانا في المجموعة أنجولا ومعانا جنوب أفريقيا، طبعا هتبقى ماتشات أصعب من ماتش زيمبابوي. طب لو احنا الهوية بتاعتنا هجومية، والمفروض ان حسام حسن معروف ان هو راجل مندفع وهجومي وبيحب الكرة الهجومية وبيلعب بكل الأوراق الهجومية اللي عنده وهكذا. طب أسهل ماتش تبتدي باتنين ديفندرات ليه؟ يعني أمال قدام بلجيكا هنبدأ في كأس العالم هنبدأ بكام ديفندر؟ يعني أنا مش فاهم إيه الفكرة إن إحنا نلعب بمروان عطية وحمدي فتحي قدامهم امام عاشور، وكان ممكن انت تستفاد بواحد. يعني كان ممكن تضحي بحمدي فتحي او مروان عطيه ايا كان مين فيهم، وانا شايف ان الاقرب ان حمدي فتحي هو اللي كان يخرج ويبقى مكانه على الدايره زيزو. يعني ايه المشكله ان انت كنت تلعب باتنين لعيبه كوره، امام عاشور وزيزو، تبدا بيهم؟ دي كده اول حاجه بالنسبه لتشكيله الماتش. لكن طبعا حسام حسن مش هيشيل الاداء وفكره ان احنا كسبنا في اخر دقيقه. هو مش هيشيلها لوحده، في جزء على حسام حسن في جزء على اللعيبه. طيب احنا اول 10 دقائق ربع ساعه لعبنا كويس قوي. محمد صلاح خلق فرصتين، يعني اجوان مؤكده. واحده تريزيجيه ضيعها براسه بطريقه غريبه، حطها في ايد الجون تقريبا. يعني هو كان جوه الستة ياردة حرفيا. واحده تانية امام عاشور ضيعها برضو قبل ما يطلع بطريقه غريبه. يعني هي حلم لاي لعيب بيلعب برجله اليمين ان هي تجيله بالعدله دي في الستة ياردة. ده كمان انا لما رجعت اللقطه دي لقيت ان هو ممكن يوقف ويستلم المدافع بعيد عنه عادي جدا، وامام عنده الامكانيات دي. بعد ما عدت اول ربع ساعه، يعني انا كاتب اهو محمد هاني وحش بجد. محمد هاني اساسيات الكرة بيعملها غلط، الاستلام والتسلم، وان هو يرفع. يعني كم عرضيه لمحمد هاني بتيجي في البوكس او قريبه من منطقه الخطوره اللي ممكن المهاجم فيها بس بلمسه يخلص. حتى في الدفاع بيقع كده وعلى الارض بيطلع كور غريبه ممكن تترد علينا بهجمات خطيره. بس احنا حظنا ان احنا كنا بنلعب منتخب ضعيف جدا، بس هو للاسف ملهوش بديل. يعني انت تعالى فكر كده، مين باك رايت في مصر؟ مش هتلاقي. يعني انا شايف ان في لعيب اسمه احمد هاني في سيراميكا، ده ممكن يبقى لعيب كويس قوي، بس طبعا ما اتاخدش في المنتخب. يعني فاحنا كده كده ما عندناش اي بدايل لمحمد هاني ومضطرين نلعب بيه. بيجي جون من الناحيه الشمال بتاعت محمد حمدي، اللي برضو احنا الباك ليفت عندنا مش اقوى حاجه. يعني حتى الباك ليفت عندنا الحريف اللعيب فتوح مش مهتم بنفسه، وكلنا عارفين القصص بتاعت فتوح. بيجي الجون من الناحيه الشمال وحمدي فتحي بينزل المفروض يغطي محمد حمدي، ما عملش كده خالص. حمدي فتحي هو حمدي فتحي واقف بيتفرج، حمدي الناحيه الشمال واقف بيتفرج، الاثنين الباك ليفت والديفندر المفروض بيغطي معاه، الاثنين واقفين بيتفرجوا وسايبين الراجل يلعب بالعرض بمنتهى السهوله. يعني جون ما يجيش في دوري المدارس بجد، جون غريب. الناس واقفه بتتفرج، حمدي فتحي بيحلق، بيفكرني بالنني زمان. هو واقف بيحلق، وحتى لما بيعرف يقطع الكوره بيقطعها بفاول. يعني هو ما بيقطعهاش من غير فاول. الكرة بتروح للمهاجم بتاعهم وحسام عبد المجيد طبعا تمركز غلط جدا جدا جدا، سايب الراجل براحته. وحتى التصويبة يعني كان لو عندنا حارس تقيل شوية كان ممكن يجيبها، بس طبعا كده كده الشناوي يعني اصلا بيجي فيه جوان اسهل من دي بكتير، فمش هنيجي نساله عن دي. يعني فغلطه من الديفندر ومن الباك ليفت ومن السنتر باك وجون. يعني ما في كل الغلطات اللي في الدنيا. بعدها ابتديت اخد بالي ان في كور طويله عماله تتلعب لصلاح. يعني في حوالي 4-5 كور بيحاولوا يلعبوها طويله لصلاح، في 2 عدوا بسبب ان هم طبعا الفريق اللي ضدنا يعني عنده باك ليفت تعبان جدا، مش بسبب يعني ان احنا عندنا حد بيعرف يلعب لونج باس جامد. يعني الوحيد اللي بيعرف يعمل ده امام عاشور وطلع، وهنتكلم في النقطه دي. طب لو احنا
عايزين نلعب كور طويله لصلاح، ليه ما نزلناش واحد على الدايره زي زيزو او واحد امام عاشور كان يفضل؟ يعني امام عاشور كان يفضل عشان هو اللي يعرف يطلع الكور الطويله دي، لكن احنا لعبنا بمروان وحمدي وفضلنا بيهم لحد الدقيقه 65. طب مين اللعيب اللي بيعرف يعمل اللونج باص لصلاح؟ مين اللي هيعمل كده؟ ونيجي في الاخر نقول هو صلاح ليه في ليفربول حاجه ولا بره حاجه وفي مصر بيجي حاجه تانية وبيتخاذل. احنا بنزنق صلاح ان احنا لازم بنديله الكرة في رجله. صلاح كان بينزل يستلم من نص الملعب، ده مش دوره، ده مش دوره، هو ما بيعملش الادوار دي. راجل بيجري في المساحات، يروح واحد على واحد، مش دوره ان هو ينزل يستلم من نص الملعب وهكذا. طيب الديفندر الثاني مروان عطية كان بيعمل مجهود كويس قوي، يعني مروان عطية اعتقد عمل ماتش كويس قوي، وعشان كده كنت شايف انه كان المفروض مروان وزيزو وعاشور هم اللي يبداوا. مرموش من قبل الجون انا كاتب عندي ان هو اجرأ لاعب في المنتخب، يعني هو الوحيد اللي بيشوط من بره، متعصب، بيلعب بروح، حريف، بيعدي، مش فارق له مين المنتخب اللي قدامه ده، وهو مدرك ان اللعيبه اللي قدامه دي تعبانه ولو رقصها هتترقص، ورقص كذا واحد عادي. شاط شوطه حلوه قوي، وبعد كده شاط شوطه تانية للاسف يعني كانت من على حدود منطقه الجزاء. احنا كلنا قلنا جون رسمي طبعا، بس التنشنه مع العصبيه مع الاستعجال ان انت جا فيك جون، اللعيبه اتصدمت. يعني لما جا فيهم جون ما حدش كان حاطط تقريبا السيناريو ده خالص، يعني كله كان نازل ان الماتش ده يخلص 3-4 مرتاح. مرموش كان اكتر لاعب متنشن، شفته في كذا لقطه عمال يتعصب على اللعيبه، طبعا غير كره ابراهيم عادل في الاخر. هو من الشوط الاول حتى من قبل ما احنا نجيب التعادل هو عمال يتعصب وعمال يتنشن وعمال يزعق في اللعيبه. هو كان مستعجل شويه، يعني هو اجرأ لاعب واكيد هو احسن لاعب في الماتش، بس كان مستعجل شويه. طبعا التغييره بقى بتاعت مصطفى محمد مكان امام عاشور دي حقيقي عليها علامات استفهام. انا كنت مستني المؤتمر الصحفي بعد الماتش عشان اتاكد هل امام كان مصاب، هل هو اللي طلب يتبدل، لكن حسام حسن قال لا، وقال ان هو خاف عليه من الضغط وحاجات كده. بس يعني هو ده ماتش، هل امام عاشور بالخبرات دي كلها، بان هو تقريبا احسن لاعب نص ملعب في مصر واحسن لاعب جوه الدوري في مصر، يعني احسن لاعب محلي، هل هو بالخبرات دي كلها ما يقدرش يتحمل منتخب زي اللي بنلعبه ده؟ يعني ما يقدرش يتحمل ان احنا نبقى خسرانين 1-0 وعنده الثقه ان احنا هنجيب 1 و2 و3؟ يعني المفروض اللعيبه دي اكبر من كده بكتير. فانا مش مقتنع بالتبديله بتاعت امام عاشور دي. ولو انت خايف على امام عاشور وعايز تحافظ على نفس التكتيك بتاعك كنت تنزل بداله زيزو وتفضل زي ما انت، يا اما كنت بدات بمصطفى من الاول مهاجم صريح. لكن اللي حصل ده يعني لخبطه مش مفهومه، وحتى التبديل نفسه مش تصحيح للخبطه، هو برضو تبديل مش مفهوم. يعني انا بالنسبه لي حسام حسن فشل تكتيكيا في الماتش ده الصراحه. لكن احنا عندنا لعيبه هجوميا الكواليتي بتاعها واحد على واحد يقدر يعدي بسهوله جدا. الفروقات الفرديه هي اللي عملت الفرق في الماتش ده. مرموش، صلاح في الاخر بيخطف، حتى لو هو طول الماتش مش احسن حاجه، بس وجود راجل زي ده في الملعب في لحظه ممكن يخلص لك ماتش. مصطفى محمد في الدقيقه 50 حمدي بيعمل له كوره بالعرض من الناحيه الشمال، هي محتاجه لمسه، ومصطفى محمد بيتمركز صح وبيقطع صح ومهاجم جامد، بس اللمسه الاخيره عنده فيها مشكله بقاله فتره، انا مش عارف ماله. هل ده فعلا عشان هو مش بيشارك كتير مع الفريق بتاعه؟ لكن اللمسه الاخيره فيها مشكله برضه. قطع الناحيه الثانيه واحده براسه، هو بيقطع حلو جدا وبيروح للكره صح وبيخطف المدافعين، بس اللمسه الاخيره هي دي المشكله بتاعته، هو ما بيفنش. نيجي بقى للثنائيه بتاعت حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم. انا شايف ان ده اختيار برضو غريب جدا في التشكيله. يعني انت طول الفتره اللي فاتت بتلعب برامي ربيعه، وان كنت انا مش مقتنع ان رامي ربيعه يعني المدافع الجامد قوي، بس هو نسبيا افضل دلوقتي من حسام عبد المجيد، زائد ان الراجل لعب مع ياسر ابراهيم كتير قبل كده، فهيبقى فرق كبير قوي بين انك تلعب سنتر باكين لعبوا مع بعض كتير قبل كده، وانك تجيب واحد من هنا وواحد من هنا وما لعبوش حتى في المنتخب مع بعض كتير، وتطلب منهم ان هم يكونوا متفاهمين. طبعا ما كانش في اي تفاهم ما بين حسام عبد المجيد وما بين ياسر ابراهيم، ما بينهم مساحات كبيره جدا، لو بنلاعب منتخب تقيل كان اخترق المساحات دي بمنتهى السهوله. وانا مش فاهم القرار بتاع حسام حسن في ان هو طول الفتره اللي فاتت كان بيلعب برامي ربيعه والنهارده فجاه يدخل حسام عبد المجيد. طب لو انت هتلعب بحسام عبد المجيد كنت جهزته من الاول، كنت لعبت كل الماتشات اللي فاتت بيه. ففي حاجات كتير مش مفهومه، واعتقد ان ده مش وقت التجربه. يعني احنا دلوقتي في الوقت اللي المفروض فيه خلاص احنا عارفين بنعمل ايه. واخيرا في الدقيقه 65 بيقرر يسحب واحد من الديفندرين وينزل ابراهيم عادل وينزل زيزو، والماتش هنا بقى بيتقلب الهيمنه والسيطره تامه
لحد ما يجي الجول. وتقريبا حسام حسن ادرك ان احنا بنلعب منتخب، يعني المفروض ندوس عليه، مش المفروض ان انت تلعب باتنين ديفندرات خالص، مش المفروض انك تفضل تدافع ماتش زي ده خالص. انت عندك فرصه تخلص الماتش ده 3-4، تدوس من الاول. طبعا اللعيبه ضيعت كتير، ما حدش يقدر ينكر ده، بس هو اصلا ملوش لازمه من الاول الدفاع ده كله واحترام المنافس زياده عن اللزوم. بعدها بتيجي كوره لزيزو جوه الستة ياردة، بيضيعها براسه بطريقه غريبه جدا جدا. اللعيبه نازله من على الدكه سواء ابراهيم عادل او زيزو عاملين اداء كويس قوي وعملوا فرق كبير جدا، ولكن مستعجلين. زيزو ضيع كوره هي بجد جوه الستة ياردة، واللعيبه كبيره لازم تفهم انه في البطولات المجمعه اللي زي دي الجون الواحد بيفرق. انت ممكن في الاخر المجموعه دي تبقى انت 6 نقط وانجولا ولا جنوب افريقيا 6 نقط وواقفه على فرق هدف. كور زي دي المفروض تخلصها، ده غير انك اصلا كنت محتاج الجون عشان تكسب يعني جوه الماتش نفسه. المفروض بقى احنا يبقى عندنا عقليه ان احنا حتى لو كسبانين الكور اللي زي دي ما تضيعش. الفرص اللي زي دي بتفرق جدا 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 في البطولات المجمعه، واللعيبه المفروض عندها خبرات كافيه. يعني زيزو ده مش حد لسه نقول عليه ناشئ او كده. يعني ابراهيم عادل ممكن يكون ليه شويه اعذار رغم ان هو نزل، هو اللي عايز يعمل كل حاجه، عايز يرقص وعايز يشوط، بس الراجل لسه صغير شويه. طبعا شفنا مرموش وهو بيزعق له بيعنفه وبيقول له العب معانا، بس انا شايف ابراهيم عادل هو اصلا نازل مستعجل، هو نازل حاسس انه لازم اجيب جون بسرعه، احنا مش هينفع نخسر الماتش ده ولا حتى نتعادل. يعني هو اللعيبه ما كانتش قابله التعادل، ودي نقطة إيجابية وفي نفس الوقت نقطة سلبية إن هي خلتهم متوترين طول الوقت، مستعجلين على الجول، ما كانش عندهم ثقة إن مهما الوقت بيعدي لا إحنا هنجيب في الآخر. كانوا مستعجلين، خصوصا إبراهيم عادل نازل حاسس إن مفيش وقت. بعد الكرة بتاعت زيزو دي 3-4 دقايق تقريبا صلاح بيدخل جوه منطقة الجزاء، الكرة بتجيله على شماله وفي مدافع كده بيغتت عليه، بس إحنا متعودين إن صلاح بيخلص الحاجات دي على طول حتى لو مدافع معاه، زي ما عمل في آخر دقيقة في الجون. بس للأسف شاطها بشماله طلعت عالية جدا عن الجون، وشاطها بطريقة برضو تحسسك ان هو عايز يضمنها قوي، عايز يحط فيها قوه كبيره، وهي مش محتاجه قوه، يعني محتاجه بس توجيه في الزاويه البعيده. وصلاح جاب اجوان كتير قوي شبه دي، وخصوصا ان هي كانت معدوله على شماله. المشهد ده يبين لك قد ايه اللعيبه مستعجله وعايزه الجون بسرعه. صلاح في الاخر طبعا بيخش يجيب جون، وانا يعني لسه مش متفاهم الناس اللي لحد دلوقتي بتتكلم على انه صلاح يطلع او انه صلاح يريح لو مش بيأدي اداء كويس في الماتش. وهو وجود لعيب زي ده حتى لو مش في احسن مستوى ليه، هو في لحظه ممكن يخلص ماتش، دي اول حاجه. تاني حاجه لو ما خلصش ماتش هو واخد 2-3 لعيبه عينهم عليه دايما طول الوقت. اي مدافع بيلعب صلاح موجود في الماتش حتى لو هو اداؤه مش كويس، هو دايما عينه عليه، هو مش شاغل باله ببقيه اللعيبه، هو يقول لك الكره تروح لبقيه اللعيبه احسن ما تروح لصلاح، ممكن يعمل فرق في اي وقت. ده كان الملخص. قولوا لي لو عندكم اراء تانية. الجاي هيبقى اصعب، اكيد انجولا، اكيد جنوب افريقيا ماتشاتها هتبقى اصعب. قريت كام تقرير ان تقريبا مصطفى محمد مصاب، يعني نتمنى ان هو يلعب، لان احنا الخطه بتاعتنا لازم يبقى فيها مهاجم صريح. احنا ما نعرفش نلعب بالفولس ناين واللعيب اللي ينزل مهاجم وهمي وهكذا. احنا طول عمرنا محتاجين مهاجم صريح، خصوصا ان احنا بنلعب عرضيات كتير. نتمنى اللي جاي يبقى احسن، ونتمنى المنتخب لازم يطلع في المركز الاول، لان احنا لو تأهلنا مركز تاني هيبقى الوضع صعب جدا. لو رحنا في السكه بتاعت اي فريق بقى من الكبار، سواء المغرب سواء السنغال سواء اي حد، هيبقى الموضوع صعب قوي. المنتخبات دي تقيله جدا، ونتمنى ان احنا نقابلها في الاواخر، نتمنى ان احنا نقابلهم في سيمي فاينل او في فاينل. هنعمل كام حلقه من البرنامج ده معتمد على المنتخب هيكمل قد ايه. اتمنى ان هو يكمل لحد النهائي، واحنا عندنا القدره نوصل على الاقل للمربع الذهبي. يعني انا شايف ان اللعيبه دي امكانياتها توصلها على الاقل سيمي فاينل، بشرط ان احنا نتاهل طبعا اول المجموعه دي، فيبقى الطريق بتاعنا سهل شويه في دور ال16 ودور ال8. وبس كده.